على الطريق. لم تكن الطريق التي ألف سلوكها لأكثر من 30 عاما تبدو له عادية ذلك اليوم. لقد بدت مختلفة وأجمل مما دأب على مشاهدته. سأل نفسه في انبهار: ما الذي تغير فيك أيتها الطريق حتى بدوت بمثل هذا البهاء؟ كيف لم أنتبه لجمالك وأنا الذي يسلكك كل يوم منذ أكثر من 30 عاما؟ لا تزال سيارته تطوي المسافات طيا بينما لا يزال هو غارقا في تفكيره. تتقاذفه التساؤلات كأنها موجات مد وجزر داخل بحر أفكاره المتلاطمة. كان يقود سيارته بآلية ألفها دماغه وانساقت لها يداه ورجلاه منذ زمن طويل، بينما هو كان غارقا في التفكير يحدث نفسه تارة ثم يعود فيعقب على كلامه، ثم ينصت لها تحدثه، ترد عليه فيطرق صامتا محركا رأسه عندما يعتقد أنها أصابت، منتفضا فجأة يكلم نفسه بصوت مسموع عندما لا يروقه ما يسمع. لا يزال مصرا على مسارعة أفكاره التي تتأجج بداخله كأنها طواحين الهواء، بينما هو ارتدى ثوب دونكيشوت ليمضي في هزمها، ينتشي فرحا ببدايات الدون ثم يعود فينتكس متذكرا نهاياته. لقد كان الطاهر سالكا هذا اليوم لتلك الطريق قافلا من باتنا التي يعمل بها لآخر مرة بعد أن حظي بحفلة أقامها له المدير وزملاؤه في العمل إثر تقاعده. ذرف بعض الدمع واختلطت عليه مشاعر الفرح بتلك الالتفاتة مع مشاعر الحزن لإحساس عميق قد تملكه ثم ملك عليه جوانحه. إنه لم يعد يصلح لشيء. لقد كان عمله كل شيء في حياته، سخر له جل وقته وبذل في سبيل إتقانه من وقته وصحته وأعصابه، ولطالما اعتقد أن لا أحد يمكن أن يقوم بما يقوم به. فكيف سيكون مصير المنصب وهو اليوم يغادره؟ كان يقول هذا الكلام محاولا إيهام نفسه أن المنصب هو ما سيتضرر برحيله، لكنه كان في الواقع يحاول مداراة اعتقاد رهيب يتأجج بداخله كالمرجل: أي مصير سيكون مصيره هو بعد أن تخلى عنه المنصب. هكذا كان يقول لنفسه محدثا إياها بصوت مسموع، غير أن ما غير تلك اللحظات وجعله يهتم لأمر آخر لم يكن ليفكر فيه حتى هو نظرة شاردة من عينيه إلى جانب الطريق. فجأة أدرك وسيارته تشرف على مدخل قرية عباس الغرور، وبدأت تتراءى له من بعيد ملامح مدينته ماكومداس الرابضة تحت سفح جبل سيدرغيس، أنه أمام منظر مهيب يحبس الأنفاس ويثير الإعجاب. غمام أبيض جميل يلف قمة الجبل، ومدينة تتناثر بناياتها تحت سفحه كأنها تستشعر وجوده المسيطر وتسعد بالتمدد عنده والاطمئنان لحمايته. لم يتصور لحظتها أنه يسكن مدينة بهذا الجمال، ولم يدرك إلا متأخرا أن منطقته قد تضم جبلا بمثل هذا البهاء يرفع رأسه في شموخ كأنه يتحدى الزمن ويقول له: أنا هنا باق لأشهد دوما على مآثر الشاوية الأحرار. شعر في تلك اللحظة كأن إحساسه كان ميتا وعاد للحياة من جديد، وكأن عيناه كانتا عاجزتين عن رؤية أشياء خارجة عن نطاق ما وطن نفسه على رؤيته، ثم تحررتا
ثم تحررتا من قيد ألزمهما هو به لتسرحا في الفضاء الواسع. أخذا ينسى تدريجيا ما كان يستولي منذ لحظات على كل تفكيره، أستاذ دكتور على لقدر تقاسيم وجهه المتعبة مسحة من الحزن الممزوج بالندم على فراق منصبه. صار الآن مستمتعا بالمنظر الذي يتراقص أمامه، والذي يأخذ شيئا فشيئا في الاتضاح، لكن مع ذهاب معالمه الكبرى وإيذانا بحلول التفاصيل كلما اقتربت السيارة من دخول المدينة.